يا صباح السعادة على أحلى المتابعين. يلا معانا ماشيين مشوار، والمشوار ده هيعجبكم جدا جدا، خليكم معاي. باصة جبت لك من ذات المرة الفاتت. كيف الحال؟ تمام. البسيمة الكيلو بكم؟ كيلو 60. طيب دايرين كيلو بسيمة و وباستا كيلو مشكل. بسيمة بس برا كيلو؟ هاي بس. معلش عشان أبدأ. ها؟ البسيمة هاي براها كيلو. شايفة؟ دي نفس جبت لك مشكلة. عندكم تلفونات كريت صح؟ بس اديني كريت. في توصيل؟ احنا في التجمع بعيدين، لكن اللي بعمل لها دي في ساكنة هنا في الهرم. في فرع؟ طيب كويس، عندكم فرع طيب تمام. في فيصل ده قريب للهرم. لما تعالوا الرحاب ولا التجمع. مدينة نصر هاي قريبة لنا. الحياته. يلا المحل ده كان في فرع المهندسين، عماير البترول، 5 شارع يوسف إدريس، وعندهم فروع في فيصل قلية وفي مدينة نصر. خلصنا، وده كان تاني يوم. صحباتي كانوا معاي عاملين قهوة بحس الباصة السودانية دي، وعاملين فطور سوداني اللي هو ملح روب أبيض. محبين ملح الروب الأبيض، خليكم الفيديو للنهاية تشوفوا طريقتي فيه، وحامل معه عصيدة. المهم تشكيلة بتاعت فطور سوداني، فأكيد حتعجبكم. هنا زبطنا القهوة بعد ما فطرنا، والقهوة اتكشحت، تقولوا اتكشح على جاي خير، لكن هي أساسا ما في حاجة اسمها جاي خير. وسخت الصينية ونظفناها. فخليكم قراف لغاية ما نشوف الطريقة بتاعت طريقتي في ملح الروب بالسمنة والعصيدة. خليكم معاي. يلا هنا بقول لكم يا صباح السعادة على أحلى متابعين. كالعادة بنبدأ يومنا بفنجان قهوة يعدل المزاج، وقهوتنا الليلة غير قهوتنا الليلة مع الصحبات الحبيبات. قهوة كده بمزاج المزاج. النار النار. يلا طبعا دي أجمل دقيقة، إنه خلاص كبينا القهوة وعايزين ناكل معاها الباستا السودانية. دي أهم حاجة. طيب يلا دي طريقتي في ملح الروب. باخد موية شوية، باخد بصلتين 3 4 حسب الكمية اللي انت عايزاها، قرنين شطة، 4 5 فصوص توم، هبهان 2، جوز الطيب أصغر واحدة صغيرونة كده، بتخليها تغلو شوية وتطلعيها عشان ريحتها ما تكون قوية خالص. بخليهن ومعلقة نص معلقة صغيرة كمون أو حبة البركة، وأخليهن يغلوا شوية في موية. وبعد ذاك بجي لما نشعر بالبصل يعني بقى 3/4 استوى، بجي بكب عليهن الزبادي كمية اللي انت عايزاه. أنا استعملت هنا جهينة، بحسه غايته أحسن زبادي في مصر، يعني جربت كم نوع لكن بشعر به هو كويس يعني. فببدأ أخليهم يغلوا مع الزبادي غلوة غلوتين، وبعد ذاك بنطلع اللي هو الحاجات الحية اللي خطيناها دي، البصل والشطة الخضراء. المهم الحاجة اللي خطيناها كلها في الأول بنطلعها، ونبدأ نعمل لنا نجيب معلقتين 3 حسب الكميتك بتاعت الملح الروب دقيق، وأحلهم بشوية موية وأكبهم فيه. هنا خليتهم قلت زي ما قلت لكم غلوة غلوتين. فحابة أطلع الحاجات الحية اللي أنا خطيت: البصل، الشطة الخضراء، البهار الصحيح،
اول حاجة طلعتها جوز الطيب اللي قلت عليكم، والمهم حاشيلهم كلهم. المهم خطيت فلفل، المفروض يكون فلفل ابيض، ما عندي، عملت فلفل اسود عشان ما يغير لونه. ذرة بسيطة كده، ذرة برضو بسيطة، يعني احنا ما دايرين طعم قوي للبهار يغير طعم الزبادي. وشمر اخضر، ذرة الذرات اصغر ذرة عندكم حنخطها عليه وخليه برضو ثواني كده. اول حاجة طبعا طلعتها جوز الطيب عشان ريحتها ما تكون قوية. بعد شوية حقوم اطلع البهار الحي الصحيح اللي خطيته، والبصل والشطة الخضراء. هنا زي ما قلت لكم هاخد الدقيق حسب كميتك بتاعت الزبادي، معلقتين 3، واحلهم بشوية موية. انا هنا عملت معلقتين دقيق، معلقتين كبيرة دقيق. وهنا كان طلعت البصل والبهار الصحيح، شايفينه ده طلعته. شايفينهم كده كملوا الاستوى بتاعهم في مع الزبادي. هنا عملت معلقة بتاعت مرقة بودرة، ولو ما بتحب المرقة ممكن تستغني من ده وتعملي ملح عادي. فانا عملت مرقة، وعدك بتذوقي، لو محتاج شوية ملح بتعملي ذرة ملح، لو ما محتاج بتخلي عليه كده. هنا بعد عملت الدقيق والقوام الزبط لي، ده القوام اللي انا عايزاه. برجع البصلة والشطة الخضراء، طبعا البهار الصحيح ما حرجعه تاني، وخلونا عليه كده كده. خلاص ملحنا جاهز، ياخدوا غلوة واحدة بس مع عشان عملنا فيه الدقيق. وخلاص كده الملاح جاهز، بنحط السمنة في الوش، واحلى ملاح روب فيك يا مصر بالهنا علينا وعلى الاكلو. كده خلاص بوريكم القوام. خلاص ده القوام بيكون كده، لانه اساسا لما نطفي منه النار حيتقل شوية، فما تخليه تقيل وما تخليه خفيف شديد، يعني قوام معتدل. دي المعلقة بتاعت السمنة. كده خلاص انا حاطفي عليه النار، شايفين اجمل لحظة دي كده الملاح جاهز. اغطي عليه ونمشي نشوف يلا العصيدة. طبعا الملاح ده احنا بناكله بالعصيدة. العصيدة باخد موية شوية في الحلة اللي عايزة اعمل فيها العصيدة، وفي الخلاط باخد معالق دقيق. برضو ما عندي مقدار ثابت، حسب القوالب اللي عايزة اعملها، حسب الكمية اللي انت عايزاها. يعني بتعملي الدقيق، تعملي زبادي، كاسة زبادي صغيرة، وبتحطي عليها موية وتخلطيها وملح، وتبدي تصوتي وتصوتي وتصوتي. الله يكفينا شر الصواطة. فالعصيدة يعني ما صعبة، ما دايرة لها اي افتكاسات. كلكم شاطرين في العصيدة، وكلكم بتعملوا عصيدة حلوة. عصيدة الزبادي خفيفة ولذيذة. معلش لصوتي، شعر شوية عندي التهاب، واخدة برد، دور برد جامد شايفين انا عملت كاسة بتاع الزبادي وخلطتهم، واجي اكبهم في المويه اللي بتغلي اللي عندي، وتكون يدي طوالي عليه على اساس ما يكلكع مني. هنا مجهز القوالب اللي حنعمل فيها. هنا اديت القوالب رشة شوية من الزيت. القوالب دي بتجي طقم مع بعض كده، هما كان اخدتهم من وسط البلد، ما متذكرة كم. الكلام ده قبل 1.5 سنة كده تقريبا. هنا خطيت الملح في الموية، ممكن تخلطيه مع الزبادي.
وهنا طوالي تبدي يدق عليه، تكون يدق عليه طوال على أساس إنه في اللحظة دي ممكن يبدأ يكلك عليكي. خليه يدق عليه طوالي. هنا شايفين انه بدأ يتقل. يلا مرات انت لو طلع عليكي خفيف بتعملي برضو دقيق، زيادة دقيق بتحليه بموية تكبي عليه، بقاليكي لو بقاليكي خفيف، لو بقاليكي تقيل بتزيدي الموية. بوريكم دي المفراكة، نحن طبعا في السودان بنعملها بالمفراكة اللي هي بتاعت الخشب دي بتعمل لك كويس وبتخلي لك بتخلي لك العصيدة ناعمة. تبدي تضربي 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 تضربي، وبعد شوية كده بتدي تغطي الحلة وتخليها شوية عشان تنجض عصيتك ما تكون نية، يعني ما تكون دقيق عبارة عن دقيق ني. بتديها غطيه شوية كده وتنقطي فيها موية بفوق وتغطيها، وتجي تلقيها فكت بالجوانب بتاعت بجوانب الحلة. خلاص يعني دي هنا عصيتك نجيضة ما شايفينها فاكة بالجنب كيف كده العصيدة نجيضة. نحن بنحبها قوام معتدل، لا لينة لا قوية. في القوام ده شايفاه مناسب، وبعد تتخطى في القوالب بتجمد وبتبقى زي السكر كده. دي عصيرتي وده القوام بتاعها. خلاص حابة اصبها في القوالب. هنا خلاص بديت اصبها في القوالب. القوالب دي حجم مناسب يعني. ومرات في رمضان دايما بعملها بقوالب السيليكون، المقاس الصغير بتكون حلوة واشكالها بتكون جميلة بالنسبة لأولادنا، بيتحببون يعني كان ما حابين العصيدة بالشكل. هنا خلاص دي وريهم خلاص الحلة بقت فاضية نبلها في موية دقايق كده وخلاص غسيلها بيكون سهل جدا. هنا عملت الشعرية، والشعرية طبعا عملتها اوت اوف كاميرا. شعرية عادية حمصتها في سمنة وعملت لها موية ونجدت نزلت عملت فيها سكر بودرة وجوز هند. لو عندك مكسرات والله حاجة كده. فطورنا بقى جاهز. كان عندنا عندي كيس فول مجمد في التلاجة طلعته عملناه فول ما في أي حاجة، شوية جبنة سودانية زي السمسم وشمار أخضر. وكانت هنا كان أجمل فطور بوجود صحباتي. ولو وصلتوا معاي لغاية صحن الباستا اللي أنا برص فيه ده ما تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل ليصلكم كل جديد لو لسه ما مشتركة، وتعليق جميل زي كده. دعمكم بيهمني جدا وشكرا للمشاهدة.